السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ خبير. مستمرين في وصفاتنا الاقتصادية جدا جدا. هقول لكم النهارده هنعمل مع بعض ايه. النهارده هنعمل مع بعض الحمام الكذاب. طبعا انا بجيب الفرخة من عند الفرارجي مثلا 2 كيلو 2 كيلو وربع. بقطع الصدر بانيه او ستريبس، والوراك باخدها اعملها شيش طاووق او اعملها ايه النهارده زي ما هنعمل مع بعض الحمام الكذاب. النهارده هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، والنهارده هنعمله بدون سلق ولا تحمير. وهنعمله بحشوه جميله جدا جدا جدا. يعني ولادك لما بيحبوش الوراك هيحبوها النهارده بالحشوه اللي انت هتعملي بيها ايه الحمام الكذاب. طبعا زي ما انتم عارفين الحمام غالي جدا جدا، فيعني صعب انك تجيبيه. يعني مش صعب قوي بس يعني غالي. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ايه نقتصد في ايه في الحاجات اللي احنا بنجيبها. طبعا هنقول ايه المقادير النهارده. مقاديرنا ايه؟ طبعا اول حاجه بنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معانا زي ما قلت لكم كنت جايبه فرخه، خدت الصدر عملته ستريبس او بانيه، والوراك خدتها قلت ايه اعملها حمام كداب. معانا وركين طبعا مخليين زي ما انتم شايفين كده، وغاسلينهم ومنضفينهم زي الفل كده اهو. حاطينه طبعا في ايه في محلول النقع بتاعنا ايه ملح وليمون وخل. ومعانا بصلايه ومعانا فصين توم، ومعانا طبعا الكبد والقوانص بتاعت الفرخه، ومعانا البهارات بتاعتنا طبعا فلفل اسمر، بابريكا، بهارات فراخ، معلقه نص معلقه كزبره ونص معلقه ملح. دي البهارات بتاعتنا النهارده. انا ما بحبش اكتر زي ما انتم عارفين في البهارات في اللحوم او في الفراخ، عشان ايه نحس بطعم الحاجه قطعه اللحمه. يعني اول حاجه هنعملها طبعا نعمل الخلطه اللي هنتبل بيها اوراق الفراخ. هنجيب بقى الكبه بتاعتنا الصغنونه الجميله دي كده، وهنقطع فيها ايه البصلايه، وهننزل ايه بثلاث فصوص توم، ونخلي ايه الباقي للرز اللي احنا هنعمله للحشو. وهننزل بالبهارات بتاعتنا بقى، فلفل اسمر، بابريكا، ملح كزبره ناشفه. هنضرب المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا ونرجع نشوف هنعمل ايه. الخلطه بتاعتنا الجميله ريحتها بجد جايبه لاخر الدنيا من التوابل بتاعتها. توابل بسيطه جدا وسهله. يعني انا مش عايزه ايه اعقد لكم الموضوع. فمعانا الوراك زي ما انتم شايفينها كده اهي مخليه كده زي الحمام بالظبط. طبعا ايه ما ينفعش نحشيها بالشكل ده كده. طبعا ايه لازم ايه هنجيب كيس زي ده كده، ونجيب ايه البلانشه بتاعتنا، وهندقدقها شويه كده زي البانيه كده، لو في حته تخينه ولا حاجه عشان تستوي معانا تبقى طعمها جميل كده، عشان ما تبقاش مكلكعه. هنجيب بقى كيس زي ده كده اهو زي ما انتم شايفين، وهندقدق ايه قطعه الفرخه عشان تتفرد معانا وتاخد يعني كميه رز كبيره بالشكل ده كده. الله اكبر الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هندقها بالشكل ده كده دقه بسيطه جدا عشان ايه الفرخه ما تتهريش معانا كده اهو بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو. هندقها كمان دقه صغيره كده اهو. بعمل لكم كل حاجه ما بقطعش ولا بعمل فاصل بين وقت الفيديو عشان خاطر تبقى كل حاجه باينه قدامكم. خلاص كده اهو دقيناها بالشكل ده كده. ندقها كمان دقه من هنا كده عشان تخينه شويه بالشكل ده كده. هندق الثانيه برضو. اهم حاجه الخطوه دي يا جماعه انك تدقوها عشان خاطر بصوا اللحم تخين جدا، فلما يجي يستوي طبعا جواه الرز والحاجات دي فهيبقى ايه ممكن يبقى ناي شويه. فاحنا نعمل الخطوه دي سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. لو ما عندكيش دقاق زي ده كده، لو عندك ايد هون ولا حاجه برضو ممكن تعملي بيها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. خلاص كده دققنا ايه ورك الفرخه بتاعتنا كده. خلاص بقى ايه خلصنا الوراك زي ما انتم شايفين كده دقدقناها لغايه ما اتفردت معانا بالشكل الجميل ده كده. كده تضمني الفرخه تستوي من جوه كويس جدا. هنجيب بقى ايه هنشيل بقى ايه البلانش والحاجات دي كده من هنا، ونروق لنفسنا كده عشان ايه انا ما بحبش الزحمه عندي. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا، وهننزل بايه بالخلطه الجميله دي كده، وهنتبلها بقى من بره ومن جوه عشان ايه الورك يبقى مطعم ايه بالتتبيله بتاعتنا اللي ريحتها جايبه لاخر الدنيا. بجد والله زي ما قلت لكم ابنك او بنتك لما بيحبوش الفراخ
ما بياكلوهاش، يعني بالطريقه دي هياكلوها. طريقه جميله جدا وسهله. طبعا قدري ابنك طلب منك حمام وانت مش مقدرتك تجيبي حمام، فانت ممكن تعملي تجيبي له الوراك وتعمليها حمام. اهو هنتبلها بالشكل الجميل ده كده. طبعا مظبطين الملح بتاعنا اهو بالشكل ده كده. وهنسيبها بقى في التتبيله دي ساعه ساعتين ثلاثه على قد ما تقدري سيبيها، عشان ايه قطعه الفرخه تاخد من من طعم التتبيله، يبقى طعمها جميل كده ومملح وشق. اهو بالشكل ده كده. نلم بس اللي حوالينا كده اهو. هنسيبها بقى زي ما قلت لكم ساعه ساعتين ثلاثه عقبال ما نعمل الحشوه بتاعتها وتبرد. اهو بالشكل ده. هنغطيها باي حاجه، نحطها في على المطبخ عادي او في التلاجة مفيش مشكله. الجو لسه حلو، ما يعني مش حر ولا حاجه. اهو بالشكل ده كده. هنسيبها زي ما قلت لكم، بعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. لما الوراك بتاعتنا زي ما قلت لكم غطيتها اهوت وسايبينها على الرخامه عادي مفيش مشكله. نعمل الخلطه بقى المميزه الخطيره اللي هتودي الحمام الكداب في حته تانية خالص. هنجيب القوانص بتاعت الفراخ، هنقطعها بالشكل ده كده. قطعنا بقى القوانص زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده قطع صغيره، وده القلب بتاع الفرخه برده هنقطعه قطع صغيره برده. وهنجيب الكبده بتاعتنا برده هنقطعها قطع صغيره. طبعا الكبده غسلينها كويس جدا ونقعينها بقى في ملح وليمون. هنقطعها بالشكل ده كده، بس هنحطها لوحدها لان القوانص برده القلب ده هنحطه مع الكبد. القوانص الاول هنحطها تستوي وبعد كده نحط فوقها الكبده عشان الكبده تستوي بسرعه، انما القوانص تاخد وقت. هنقطعها بالشكل ده كده قطع كده اهوت، اي قطعه بقى اللي يعجبك، صغيره كبيره، لانها هتبقى حشو جوه الحمام بتاعنا. اهو بالشكل ده كده اهوت. خلاص كده. هنجيب بقى الكبد بتاعتنا كده نحطها في الطبق بتاعنا هنا كده بالشكل ده كده. وهنحط في جنب القوانص في جنب كده لوحدها زي ما قلت لكم عشان هتستوي في الاول. ونشيل بقى الحاجات دي كلها ونغسلها وننضف حوالينا كده في المكان. لازم يكون المكان نظيف جدا، اهم حاجه في المطبخ النظافه. هنغسل بقى الحاجات دي ونظبطها وبعد كده نشوف هنعمل ايه. شايفين كده خلصنا الكبد والقوانص. هنعمل الخلطه بتاعتنا الجباره اللي قلت لكم عليها. معانا بصلايه او بصلتين صغيرين كده، وهننزل بفصين الثوم بتوعنا وهنضربهم ضربه جامده جدا. طبعا معانا كوبايه رز، طبعا الكوبايه دي كتيره على الوركين. هنعمل هنسويها عادي. طبعا هنسويها نص تسويه. هناخد مثلا نص كوبايه رز او ربع كوبايه رز على الوركين، والباقي هنحطه تحت الرز في التقديم وكده زي ما انتم شايفين كده. هنضرب بقى البصل مع الفلفل الاسمر ونشوف بعد كده هنعمل ايه. ضربنا هنا بقى البصلايه وفصين الثوم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. يعني ضربناهم نص ضربه كده، مش ضربه جامده يعني ننعمهم قوي بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده. هننزل عليهم بنص معلقه ملح بالشكل ده كده، ونص معلقه فلفل اسمر. وهندعك بقى المكونات دي كلها مع بعضها كويس جدا بالشكل ده كده. خلاص كده. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف بقى هنسوي الخلطه بتاعتنا ازاي. الخلطه بتاعتنا الرز اللي احنا هنعمله لحشوه الحمام الكداب، هننزل بمعلقتين زيت اهم حاجه قبل ما ننزل بمعلقه الزبده. طبعا لو عندك زبده بلدي بيبقى احلى واحلى. انا عندي اللي هي الزبده الفرن بالشكل ده كده. ننزل بقطعه الزبده ونسيحها كده، وبعدين ننزل بقطعتين القوانص الاول زي ما قلت لكم، وهنقلبهم كده ياخدوا تشويحه كويسه جدا. وبعد كده ننزل بالكبده زي ما قلت لكم. الكبده ما بتاخدش سوا يعني، يا دوب بس تنزليها دقيقتين ثلاثه وبعد كده تطفي عليها بالشكل ده كده.
وهننزل عليها بايه، بربع معلقه فلفل اسمر، مش هنكتر لان احنا حاطين في التتبيله وحاطين في البصلايه اللي احنا هنحطها على الرز. هنقلب بالشكل ده كده اهو. وبعدين ننزل بالايه، بالكبده بتاعتنا، نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهنقلب كل المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده كده. خلاص كده الكبده اتشوحت مع القماصه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. نفضل نقلب كده. طبعا ريحه الفلفل الاسمر مع الكبده والقماصه مش قادره اقول لكم بقى، الريحه خطيره 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 بجد والله. بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. نقلب. وبعدين هننزل بالايه، بالرز بتاعنا، كوبايه الرز. وكلي بقى احلى رز بالخلط. يعني انت لو عندك كبد وقوانص اعملي الرز بالطريقه دي بجد والله، ولادك هيعشقوه. الريحه والطعم خطير خطير. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. نشوحهم كويس جدا مع بعض. وبعدين ننزل بالبصلايه اللي احنا ايه ضربناها في الكبه ودعكناها كويس جدا بالملح والفلفل الاسمر. وهنقلب بقى الخلطه الجميله دي كلها مع بعض كده بالشكل ده كده. طبعا احنا هنسوي الرز نص تسويه طبعا. يعني الرز، كوبايه الرز هتاخد ايه، نص كوبايه ميه. مش زي يعني لما بنسوي الرز العادي كوبايه الرز بتاخد كوبايه وربع ميه. لا احنا هنحط نص كوبايه او كوبايه الا ربع ميه بالشكل ده كده. مش قادره اقول لكم الريحه بقى، الريحه بجد روعه روعه روعه. يعني عاوز يتاكل من غير ما تحشي حمام. هنجيب بقى كوبايه ميه. هننزل بايه، بكوبايه الا ربع ميه. اول ما نشرب هنهدي عليه النار ونسيبه ايه، يعني يستوي زي ما قلت لكم نص ايه سوا. وبعد كده نبرده عشان نحشي بيه ايه الحمام الكداب بتاعنا. هنغطيه طبعا بكوبايه بغطا حله او اي غطا قدامي اهو بالشكل ده كده. طبعا نشوف لا الحمد لله رز الملح بتاعه تمام يا دوبك يتشرب وبعدين هدي عليه. هنا بقى الرز بتاعنا برد تمام زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه يبرد معانا عشان نعرف نحشي ايه الحمام الكداب بتاعنا. هنقلبه بالشكل ده كده. طبعا لو فاض زي ما قلت لكم هنزوده شويه ميه، لو ما ان هو طبعا نص سوا. وهنسويه عشان نحطه تحت ايه الحمام الكداب بتاعنا. تعالوا بقى نفتح الحمام بتاعنا. عدى عليه 3 ساعات طبعا او 4 ساعات كمان لان انا حشاه. عدى عليه 4 ساعات لان النور طبعا قطع ساعتين زياده. فانا سبته قلت كويس برضو يعني ايه عشان ياخد من طعم التتبيله بتاعتك. هنشيل بقى الاسترتش اللي عليه كده. وبعدين ناخد بقى حماميه حماميه كده بالشكل ده كده. التتبيله زي ما هي مش هنشيل منها حاجه. لو حاجه وقعت بنحط. هنجيب بقى ايه الرز بتاعنا بايدينا بقى بمعلقه بس. يعني يستحسن بالمعلقه بايدينا قصدي عشان خاطر ايه يعني نملك ان احنا نحشي ايه الحمايه بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لكم زي احنا طبعا دقيناها عشان خاطر تاخد ايه كميه رز حلوه بالشكل ده كده اهو. حشيناها كويس جدا اهو. ايه نقفلها بقى. طبعا معانا ايه خله زي دي كده وهي الصغيره مش الخله. لو ما عندكيش الخله اللي زي دي ممكن العصيان الشيش طاووق برضو تعملي بيها مفيش مشكله عادي خالص. مفيش حاجه صعبه علينا خالص. يعني احنا ايه نعدي في الحديد ان شاء الله. هنقفل بقى ايه الحماميه كويس جدا عشان الرز ايه ما يقعش مننا. طبعا الراجل الله يسامحه فتحها لي يعني زياده شويه زي ما انتم شايفين كده. بس احنا ايه ان شاء الله هنحاول نقفلها باذن الله. ناخد ايه حته حته كده ونقفل بالراحه خالص عشان ايه الجلد بتاعنا ما يتقطعش مننا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهو.
وهنجيب ايه قطعة تانية برضو ايه ونلفها برضو على الرز اهو. حشيناها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا الراجل كان شايل الجلد اللي بيلف حوالين الورك طبعا، الله يسامحه بقى. بس ايه عملناها في الاخر طبعا، يعني احنا الحمد لله مفيش حاجه بتستعصى علينا. طبعا قلعت الجوانشي لاني مش عارفه اتحكم في الجوانشي. طبعا زي ما انتم عارفين انا ما بحبش البس الجوانشي او الجرافس. اهو حشيناها بالشكل الجميل ده زي ما انتم شايفين. حمامه دي ولا لا؟ تعالوا بقى نحشي التانيه كده ونقول بسم الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشتغل بايدينا احسن بكتير من الجلافز بجد والله. هنحشي بقى ايه الحماميه حلوه كده المره دي كده. خلاص كده بقى حشيناها رز زي ما انتم شايفين كده. بقى ايه دي احسن من التانية طبعا الحمد لله. يعني الجلد هنا فيها ايه متماسك شويه. يعني اول ما تروحي عند الراجل بتاع الفرارجي قولي له انا عايزه اعمل حمام كداب بس ما بلاش تقطع لي الجلد، يعني ظبطه بقى. هنقفل كده بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. والله سهله جدا وبسيطه. ده بالنسبه للبنات المبتدئه اللي لسه بتتعلم بقى ايه سنه اولى جواز، سنه اولى ايه سنه اولى طبخ. طبعا بالنسبه لهم هيقولك صعب ومش صعب، لا مفيش حاجه اسمها صعبه الحمد لله. اهو بالشكل ده كده. هنجيب بقى خله برضو ونقفل برضو ايه الحمامه بتاعتنا كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون واضح قدامكم. هنجيب بقى ايه اللي فوق دي كده نقفلها بقى كويس جدا نحط فيها الحشو بتاعنا اهو كده اهوت. هنروح مقفلينها ايه جايبينها ايه برضو ايه بالخله. الخله دي جميله جدا. احنا زمان انا كنت زمان بلف بالحبل اللي هو الخيط، يعني مش الحبل، الخيط اللي هو بتاع الخياطه ده. بس طبعا التقدم حلو طبعا اهو بالشكل ده كده. وهنجيب بقى دي كده هنلمها برضو عليها. نجيب بس خله هنقفل برضو ايه من فوق كده عشان الرز ايه ما يقعش مننا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهو. نقفله كويس جدا زي ما قلت لكم عشان الرز ما يقعش مننا. نجيب كمان واحده خله ونقفلها عشان نبقى ايه مطمئنين كده انها اتقفلت من كل ايه من كل يم. ما خدتش وقت معانا خالص، سهله جدا زي ما قلت لكم بسيطه. خلاص كده الحمام معانا ايه اصبح جاهز زي ما انتم شايفين كده. نلم بس ايه الحاجات اللي فيه الرز والحاجات دي اهو. هنجيب ايه دلوقتي بقى بس كده ننضف الرز اللي حواليه. بس شايفين الجمال بجد والله الجمال عدى الوصف. بقالي كتير ما قلتش الكلمه دي. شكلها جميل جدا، يعني اللي يشوفها مش هيقول والله ان دي وراك فراخ حمام. ده حمام ولا لا؟ هنجيب بقى صينيه. هنجيب صينيه زي دي. انتوا عارفين طبعا ان انا بحب اسوي في الايه في الالومنيا. صينيه صغيره على قدهم بالظبط يا دوبك على قد الاتنين. وهنجيب بقى ايه ورق زبده طبعا عشان هنغطي بورق حراري. طبعا هتقولي ما حطيتيش ميه، اقول لك لا الفراخ هتنزل السوائل اللي فيها. طبعا حاطين بصل وحاطين ثوم وحاطين حاجات فهينزلوا السوائل وهي تستوي منها كده منها لنفسها. وهنجيب بقى ايه ورق حراري ونغطيها كويس جدا. مش عايزين ايه اي هواء يخش لها، احنا عايزينه تستوي على البخار الميه اللي هينزل عليها بالشكل ده كده. هنروح بقى على الفرن نحطها على درجه حراره اعلى درجه حراره يعني 230. هنسيبها لمده ساعه الا ربع لان الوركين طبعا مش كبار ولا حاجه صغيرين. وبعد الساعه الا ربع هنبص بقى نيجي نشوفها عملت ايه وهندخلها في الفرن بقى. بعد ما طلع من الفرن زي ما انتم شايفين كده هنشوف دلوقتي ونقول بسم الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما قلت لكم بينزل الفراخ بتنزل السوائل اللي فيها طبعا وهي بتستوي منها لنفسها كده من دون ما نحط ميه. طبعا هنعمل ايه هندلق الميه اللي جواها ديت او ممكن يعني ندهن من الصوص ده لبره كده
لا بس انا هعمل ايه، هعمل كاتشب. هنا معلقتين كاتشب، وهنحط عليها ايه معلقه زيت، وهنحط عليها كمان بابريكا. انا بحب ايه اعمل الخليط دوت واعمل بيه الفراخ اللي بشويها. وهنحط ايه توم باودر، ربع معلقه، حاجات بسيطه قوي. وهنحط كمان يعني ربع معلقه ملح بالشكل ده كده. هندوب بقى ايه الخليط كله ده مع بعضه كده بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده. بس ايه هنصفي ايه الصوص اللي في حمام الكداب، هنصفيه الاول بعد كده ندهنه. الصلصه بتاعتنا او الكاتشب بتاعنا بمعلقتين زيت صغيرين كده عشان تحمر ايه الوراك بتاعتنا. هنقلبها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وهندهن بقى ايه الوراك بتاعتنا كده بالشكل الجميل ده. طبعا احنا سوينا الرز بتاع الخلطه، سويناه حاطين عليه شويه ميه سخنه وسويناه عشان نقدمه ايه مع الاوراق او الحمام الكداب. هندهنها بالشكل ده كده، هندخلها ايه تحت الشوايه 5 دقايق بالظبط، تاخد لون ونطلعها على طول. زي ما قلت لكم ده كاتشب مش صلصه. كاتشب بيدي لون جميل جدا للمشويات بالذات الفراخ. خلاص كده دهنا ايه الوراك بتاعتنا او الحمام الكداب، مش عارفه اعمله ليه الوراك وهي الحمام الكداب بالشكل ده كده اهوت. هندخله بقى تحت الشوايه لمده 5 دقايق 10 دقايق بالكتير ونطلعه. وده بقى شكل الحمام بعد ما طلع من الفرن. طبعا شغلنا عليه الشوايه زي ما انتم شايفين كده، ادانا اللون الجميل ده الذهبي اللي انتم شايفينه ده. طبعا الرز استوى وجميل جدا، طعمه خرافه خرافه ملوش حل. طبعا انا ما عنديش بقدونس ولا حاجه عشان ازين بيها، فانا يعني لقيت طماطميه عندي في التلاجة فقلت اجرنشها بالشكل الجميل ده. طبعا العين بتاكل قبل الفم. وصفه جميله جدا سهله جدا، يعني هي مش مكلفه قد كده، يعني الموضوع كله هو وركين لو جبتيه او 4 اوراق. فالعمليه يعني سهله جدا وبسيطه، والطريقه اروع، مفيش اروع من كده بجد والله. لو عجبتكم الطريقه ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.